ميرا جلال ثابت من مدينة الكرخ المخطبية خطفت يوم الأحد 27 من أبريل سنة 2025 من داخل معهد إعداد المدرسين في حمص بعد أن دخلت لأداء امتحان بناء على اتصال من الآنسة صغ العكاري. والدها أوصلها بنفسه إلى باب المعهد وبقي ينتظرها لكنها لم تخرج لتبدأ بعدها فصول الجريمة خطف وسط واطئ داخلي واضح من بعض المدرسين والطلاب. تفاصيل الحادثة: والدها كان ينتظرها خارجة ولم يترك المكان. بعد ساعات من الغياب تأكدت المعلومات أن ميرا لم تغادر المعهد وأن اختفائها تم بالتعاون مع أطراف داخلية. ما جرى بعد الحادثة؟ والد ميرا اعتقل أمس والضغط الأمني تزايد على العائلة. اليوم تعود ميرا منقبة برواية مشابهة لغيرها من الفتيات اللواتي اختطفن وتروي القصة كأنها زواج رضائي. كل هذا تحت تهديد واضح: العائلة إما تتعاون أو تصص. الفتاة التي كانت مخطوبة ومستعدة للزواج قريبا سلمت أسرى العناصر من فصائل متطرفة وتحت حماية أمنية مشددة أجبرت على العودة بغطاء شرعي زائف.